بين اقول لك ابوك محبوس وتلفون معي. وليه حبسوه؟ اكيد قتل واحد وعلايا ادفع الدية مثل كل مرة. ماشي، هذا المرة سليمة، يعني وغرى المريض مشلول وصوته ضايع وضربوا عليها النغمات. خليها على الله كيف هي محلقة. حسبي الله ونعم الوكيل. 10 سنوات في الغربة وما جمعت ريال، كل فلوسي راحت تعويض للمرضى. ابنك معه حق. قل له آخر مرة وبعدين لا تقول له إن أنا أصبت واحد ولا قدو خلاص طايح. قل له أبوك مريض من الكلى يا مبخوت، فهمه. كذاب. إيش من كذاب؟ اضمني أنت يا مبخوت، خليك ضامن علي. اسمع يا ابني، الأب يبقى أب مهما كان، ولو الأب زي ماذا يفهمه، يعني درن الله بيختبر إيمانك وضاعتك لأبوك وأمك. أي أمه ما هو قد أمه ماتت. مالك ما تعلق؟ ما أعلق صورة مرتي هنا، أعلقها هنا بين الناس. أيوة، وتجي تقول لهم اللي معك نساء وولاد على ما تحكي لهم إنجازاتك. يا مبخوت النسوان عندي غرقلين، بيجينا غرقلين له ما فيش، وبعدين أكثر اللي بيمتنه مش مال خلطات، بيمتنه من الثلج حتى زواجهن بيفلجوهن لو ما يمتنه. ها إلا أشجع. يا ابني دحين ما قلت عترسل ب2000 سعودي علشان المريض هذا يفعل التنازل ونخرج أبوك من الحبس. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنه محبوس ما قد مات. طيب بحاول. رجال أنت تشتري الجنة؟ ايوه. رسل بالفلوس علشان نخلي أبوك يدعي لك. إن شاء الله. خاطرك إن المتخلين يكذب. أنا قصدي أستبق الحدث، معي جو يحبسوني اليوم ولا غدوة، فأنت لو رسل بفلوس أنا داين معي جو عي جو. لا حول ولا قوة إلا بالله. خليني أقوم الرحلي أسي قبل ما أشجان تقوم تصبن ودفع المشاكل هي مرتي. خليني الرحلي. اجلس عندي يا مبخوت لي منعك. خاطرك مبخوت اجلس عندي أنا اللي منعك. ولا تخلي مرأة في القرية إلا وقلتي لها. تمام، بس ايش قول لهم لو قالوا ايش بتوزع المنظمة؟ قولي لهم مواد غذائية، رز وسكر ودقيق، واللي ما عاد يجيش ما عاد يلاقيش. تمام. وانتبهي تكلمي حد اني كلمتش.